النظريات هي أفكار وأحداث حدثت في ماضي العصر المستهدف أو تحدث في حاضره وبطريقة مخفية، والتي لا يصرح عليها أحد من منتجي العرض، ولكن يتم وضع أدلة وأشياء وشخصيات للفت انتباه المشاهدين، وهكذا تجمع الأدلة والتوكيدات ليصنع ما يسمى بنظرية، وهدفها التعمق في هذا العرض والمتعة في البحث عن الإجابات، ليس لتشويه سمعة هذا العرض، وأحيانا يكون هدفها انتشار العرض على مدى أطول. وعرضنا اليوم هو جامبول، وهذه النظرية الصغيرة الظريفة اللطيفة من عملي الخاص. وبعد هذه المقدمة الطويلة سأعرف لكم نفسي. أنا مقدم قناة بلاكتون، وآتيتكم اليوم بنظرية جديدة ممتعة وشيقة، ومن إنتاجي وإخراجي وتمويلي وتعليقي الصوتي. وبكل تواضع فلنبدأ الفيديو. النظرية تقول أن كرتون جامبول هو رواية يحكيها طبيب نفسي لفتى مريض واسمه جامبول، وكل حلقة هي رواية جديدة، ولرفع معنويات هذا الطفل سميت الرواية عالم جامبول المدهش. نعم، عالم جامبول المدهش، وهذا ما نراه عليها الآن. ولهذا نرى أن كل الشخصيات تريد التقرب من جامبول وتريد صداقته بدون سبب مقنع أبدا، مثل توبايس، سارة، بانانا جو، آلين، وحتى هذا الرجل المتشرد هنا. فقد أراد الطبيب أن يجعل جامبول هو محور الأحداث ومحور العالم. أو لماذا قد يريد كل الشخصيات صداقته رغم أنه أناني ورغم بشاعة تصرفاته؟ وكان لهذا الطفل المسمى جامبول حيوان أليف، ألا وهو سمكة، وكانت تموت ويتم استبدالها من قبل والديه دون علم أو دراية له بذلك. لذلك في الحلقة التي عرض فيها فلاش باك لجامبول وهو صغير، رأينا أن ريتشارد كان يغير السمكة الميتة من فترة لأخرى، فأراد الطبيب أن يجعل شخصية داروين أو حيوان جامبول الأليف السمكة مخلدا مع جامبول إلى أن يموت، فهو شخصه وأعطاه قلبا كقلب الإنسان وأقداما وأيادي، ومكنه من الحديث لجامبول لأنه كان يتحدث لأسماكه سابقا، نظرا لأنه ليس لديه أصدقاء يتحدث لهم أو يشتكي إليهم ما يمر به. ماذا؟ لدي رجلان. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك لتحفيزي على تقديم المزيد، لأن هذه الأيام أنا مشغول قليلا ولكنني أنزل فيديوهات، لأن قناتي لا تزال في بداياتها. فقط أريد أن أشكر الثلاثة الوحيدين المنتسبين للقناة